السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عبد الرحمن؟ أنا شاب عندي 21 سنة في سنة تانية كلية. هحكي لك على حاجة أنا نفسي أخرج منها. من أول يوم في الكلية وأنا لاحظت بنت هادية كده، مش من البنات اللي بتحب تلفت الانتباه. اسمها سلمى. ما كنتش أعرفها شخصيا، بس كنا بنشوف بعض في المدرج، في المكتبة، في الكافيتيريا، ولسبب مش مفهوم كنت كل مرة أشوفها قلبي يدق. بعد 3 شهور كان في مشروع جماعي واتقسمنا مجموعات، ولقيت نفسي معاها. يومها اتكلمنا لأول مرة، صوتها كان هادي، كلامها قليل بس مؤثر. ومن هنا الدنيا اتبدلت. بدأت أستنى المحاضرات عشان أشوفها، بقيت أحب أتكلم معاها عن أي حاجة، وكل مرة تضحك فيها على حاجة بقولها كنت بحس إن الدنيا نورت. بعد فترة بدأت أتوهم إنها مهتمة بيا. نظراتها، طريقتها معايا كانت مختلفة عن باقي الناس، أو أنا كنت فاكر كده. لحد ما في مرة كنا بنشتغل مع بعض في المكتبة، وسألت عن حياتها. قالت لي بمنتهى البساطة: أنا مرتبطة بحد بقالنا 2 سنين وناوية أكمل معاه. الكلمة دي وقفت قلبي. فضلت مبتسم وكملت كلامي عادي، بس جوايا كنت منهار. خرجت من المكتبة ودموعي كانت على طرف عيني، مش عشان هي عملت حاجة غلط، بالعكس كانت صريحة ومحترمة، بس أنا اللي خدت طريق لوحدي ورسمت سيناريو كامل في دماغي. بعدها قررت أبعد، بطلت أرد على رسايلها، بطلت أشارك في الجروب، بس قلبي مش عارف يبعد. كل يوم بشوفها وكل يوم بفتكر كل ضحكة، كل كلمة، كل نظرة، ولما بصلي بدعي إني أنساها، بس برجع من السجدة ولسه صورتها قدامي. أنا عارف إنها مش ليا، بس قلبي مش فاهم، حاسس إني في حرب مع نفسي، ومش عايز أعيش طول عمري أركض ورا وهم. وسؤالي ليك يا عبد الرحمن: ازاي اقدر انساها واطلع من اللي انا فيه؟ يا جماعة، انا قلت كذا مرة يا شباب بلاش الاختلاط في الجامعة، بلاش يا شباب نصاحب بنات في الجامعة، بلاش يا شباب نصاحب بنات في الجامعة، وقلت بلاش يا بنات نصاحب شباب في الجامعة. بص، اولا انت كنت في ذنب. بص، انا عايز اقول لك يعني ان انت كنت في علاقة صداقة وولد وبنت. دي علاقة لا ترضي الله، وأي حاجة بدايتها لا ترضي الله نهايتها لا ترضيك. أولا يعني أنت ابعد عن الاختلاط بالبنات. أولا دي حاجة حرام، دي حاجة محرمة. تاني حاجة، قرب من ربنا، صلي واقرأ قرآن واستغفر. تاني حاجة، عشان تنساها انت لازم يبقى عندك إرادة انك تنساها. خلي عندك إرادة واشغل نفسك، قرب من ربنا. ونصيحتي ليك، بعد ما تنساها ان شاء الله، ما تصاحبش بنات تاني، ما تصاحبش بنات تاني. حرام. صحوبية البنات حرام. الشاب بيصاحب بنت ده حاجة حرام. فبلاش يا شباب نصاحب بنات. قرب من ربنا، صلي، ادعي ربنا، وإن شاء الله بإذن الله تعالى هتقدر تنساها. وخلي عندك إرادة إنك تنساها. وبلاش صحوبية البنات. بلاش يا شباب نصاحب بنات، يا شباب بلاش نصاحب بنات، بلاش نصاحب بنات. ودي كانت نصيحتي، وإن شاء الله أشوفكم في حلقة جديدة. إلى اللقاء.